من المتوقع أن يعلن رئيس ولاية جوبلاند أحمد محمد إسلام قائمة المرشحين لمجلس الشيوخ بالبرلمان خلال الساعات المقبلة. التقى أحمد مدوبي اليوم بالمفوضية الفيدرالية للانتخاب برئاسة رئيسها الذي وصل كيسمايو أمس لتولي قائمة المرشحين لمجلس الأعيان في جوبلاند. كما سيلتقي أعضاء لجنة الانتخابات الفيدرالية بالمرشحين لمجلس الشيوخ لمناقشة كيفية إجراء انتخابات المجلس الأعلى. تستعد إدارة جوبلاند لتصبح أول ولاية في البلاد تجري انتخابات مجلس الشيوخ في عام 2021. اندلع قتال بين القوات الإثيوبية التي تخدم في إطار بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال أميسوم وعناصر من مقاتلي حركة الشباب في منطقة باكول بحي واجد. اندلع القتال بعد أن ورد أن مقاتلي حركة الشباب هاجموا قاعدة عسكرية إثيوبية في الجزء الشمالي من حي واجد، مما أدى إلى اندلاع قتال عنيف باستخدام أسلحة مختلفة. وقال سكان في حي واجد إن الجانبين تبادلا إطلاق النار في بعض أجزاء الحي، لكن لم يكشف عن عدد الضحايا. وأضافت المصادر أن القوات الإثيوبية قصفت مناطق بالقرب من ناحية واجد حيث يشتبه في وقوع الهجوم، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين. تقول التقارير الواردة من الحي في منطقة باكول أن الوضع هادئ وأن الناس والمركبات والشركات تعمل بشكل طبيعي. تؤكد تقارير الواردة من مدينة كيسمايو الساحلية أن إدارة جوبلاند لم تعلق بعد على الحادث في كيسمايو. يعقد رئيس اللجنة الانتخابية الفيدرالية اجتماعات لتسريع الانتخابات. عين رئيس دولة الصومال الجنوبية الغربية الدكتور علي سعيد فقيه اليوم أعضاء مجلس النواب لانتخابات مجلس الشيوخ. سينتخب أعضاء اللجنة المكون من 11 عضوا رئيسا من بينهم للعمل على ضمان انتخاب أعضاء مجلس النواب بجنوب غرب أعضاء المجلس الأعلى في دائرة انتخابية من قبل إدارة الجنوب الغربي. أصبحت إدارة الجنوب الغربي الإدارة الثانية التي تعين لجنة لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بعد تعيين إدارة جوبلاند اليوم 25 من الشهر السابع من العام 2021. كان من المقرر أن تبدأ انتخابات مجلس الأعيان في البرلمان، لكنها تأخرت بسبب عدم استكمال الولايات في كثير من الأحيان لعملية إجراء انتخابات مجلس الشيوخ. عين رئيس بوتلاند سعيد عبد الله دني لجنة لتنظيم وإحياء ذكرى الأول من آب أغسطس لتشكيل إدارة بوتلاند. أعضاء اللجنة المكون من 7 أعضاء هم في الغالب وزراء حكومة بوتلاند، وهم حسن شاير عبدي وزير المالية رئيسا، عبد الصمد محمد جالان وزير الأمن والDDR عضوا، أمينة عثمان جامع وزيرة شؤون المرأة عضوا، جامع فرح موسى وزير العمل والتوظيف عضوا، عبد السلام سعيد فرح نائب وزير الإعلام، عبدي حسن حسين قائد قوة الشرطة عضوا، محمد عبد الرشيد علي مدير عام رئاسة الجمهورية عضوا.